فلما دلوه على المكان اللي كان مليان بشدة السخونية الجامدة جدا جدا فما قدرش يقرب منه. وكمان لقاهم جايبين زي قدر كبير جدا 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 في ماء يغلي انه ماء من جهنم، وكان بيغلي جدا لدرجة قال انه لو رمى فيه حديد هيدوب، لو حط جواه دراعه مش هيبقى له اي اثر. فطبعا من كتر الغليان والسخونية والانصهار اللي كان في الماء المغلي ده فما قدرش يقرب منه، فلقى ان في ايد نحاس طالعة من الارض مسكته من صدره، ولدرجة حس ان ضلوعه في الحقيقة ان هي بتتكسر، ورمته يعني رفعته على فوق جامد جدا ورمته في قلب الاناء اللي فيه الماء المغلي المنصهر اللي انه جاي والعياذ بالله، ربنا يحفظنا ويحفظكم جميعا، انه من جهنم، ورمته جوه لدرجه صرخه جامده جدا جدا. الصرخه دي صاحت عليه كل اهل البيت اللي كان فيه، اللي كانوا ناموا، مش ابتدوا يناموا، كانوا نايمين فعلا، فصحوا على صرخته الجامده جدا دي. فطبعا فصاحب البيت فجاب البخور على اساس ان هو يبخر، قال ان هو ممكن من اثر اللي كان بيعمله الشيخ هو في وجهة نظره الشيخ داود ان هو ممكن تعب، شاف حاجة اي حاجة ضايقته فحب يبخر، او كمان هو يبخره ذات نفسه ويطيبه بالعطر. فقال له لا لا لا، كل ده ما فيش منه فايدة، سيبوني وسابوه. هو كانت في حالة صدمة ورعب، وهو مش عارف هل هو في حالة حقيقة ولا خيال، لانه حتى حاسس بكل الحاجات دي، انه حتى بعد ما صحى من النوم وحتى في الرعب اللي كان في الحلم هو اللي زي اللي كان شايفه في الحقيقة. فهو في حالة عدم لا وعي، بس حتى ما اعتبرش ان دي رسالة من ربنا عايز يوعيه، عايز ينصحه. ده هو كل اللي جه في تفكيره في وقتها لما صحى انه عايز يقول هو انا قصرت في خدمة حد من الجن او الشياطين علشان يحصل فيه كده؟ كان لسه برضو ما اتظبطتش قوي الرسالة، ما قدرتش تدخل دماغه. بس لما دخل تاني ورجع تاني للنوم كمل بقية الحلم والهدف من وراه. لما نام شاف بقية تكملة الحلم، وشاف ان هو في مكان عالي جدا وتحتيه حفرة عميقة جدا وغويطة جدا جدا جدا، وكان في الحفرة دي هو ان نفس المكان اللي هو كان فيها من حبة، مش هو كان انه في حبة انه في قبر او حفرة، ان هو ده نفس المكان اللي كان فيه، بس هو دلوقتي في مكان عالي والحفرة تحت. وكان ابوه في نفس المكان اللي هو كان فيه وبيتوضأ من نفس المية اللي هي شديدة الغليان اللي كان المفروض ان هو داوود قالوا له ان هو يتوضى منها، فكان ابوه بيتوضى بنفس الميه ديت اللي كانت عنده، يعني نفس الوضع اللي كان فيه داوود من حبه ابوه هو فيه، وبيتوضى ابوه من الماء المغلي ده، ربنا يحفظنا ويسلمنا جميعا. فطبعا اول ما شافوا ابوه فقال له اهرب يا داوود، ما تقربش، اهرب. فطبعا داوود قال له اهرب من ايه واهرب اروح فين؟ فطبعا كانت الرسالة رد على ابوه بخوف ورعب، وابوه بيقول له اهرب، ما تقربش، مش عارف ارجع. قال له اروح فين واهرب ليه؟ فقال له اهرب، اوعى تيجي، ما تقربش، ابعد، انت لسه عندك طريق للتوبة، لسه عندك وقت ان انت ترجع على اللي انت فيه، اتمسك بالحق واترك الباطل. انت لسه عندك وقت للصلاة، للصوم، للعبادة، لانك تقعد مع الناس الصالحة، لوجودك في المساجد، لسه عندك الوقت. اهرب وابعد بسرعة، لان لسه عندك وقت لكل دول. رسالة وجهها ابوه ليه، لان هو لسه داود في الدنيا، التاني خلاص. فهنا دي كانت رسالة، ففهمها داود بعد ما صحى من النوم وعرف ان ربنا فتح له باب التوبة ووجه له رسالة. لان حتى ابوه وهو لسه في الحلم قال له ان الشياطين ما نفعتوش بحاجة، ولا حتى الكتب نفعته بحاجة، يعني ما استنفعش ولا فادوه بأي شيء. اتمسك بالحق، اترك الباطل. ودي كانت رسالة. فلما صحى داود من النوم فهم الرسالة كويس قوي، وصلت له المعنى والمغزى منها.
فقرر انه اول ما يقوم من النوم ان هو يقوم فورا ان هو يتوب توبة نصوحة، وان هو يعني يتوب توبة نصوحة لله تعالى، وان هو يصلي ركعتين لله تعالى، وان هو يقوم يتوضأ فورا. ودي كانت اول مرة في حياته ان هو يصلي وهو قايم من سريره علشان يتوضأ ويتطهر ويدخل في الصلاة باب التوبة. خلاص دي كانت تالت مرحلة. ما ينكرش ان هو هيفقد ناس اعز الناس اليه، بس باب التوبة مفتوح وربنا هيجمعهم فيه في الجنة ان شاء الله. فطبعا هو قرر، بس ما كانش قادر. قال كان حاسس ان هو مشلول، جسمه وعضلات جسمه كلها كان حاسس فيها بتقل شديد جدا، مش قادر يتحرك خالص. فطبعا مفهوم ليه. فطبعا قاوم وحط النية، خلاص النية التوبة، وانه يصلي ركعتين بنية التوبة لله تعالى. قاوم وقام بجهد وتعب شديد جدا جدا، ودخل الحمام وتطهر وتوضأ وخرج للصلاة وفرش سجادة الصلاة ووجه وجهه بنية صافية للتوبة وفي اتجاه القبلة وقال الله أكبر. طبعا كان حاسس بتعب شديد جدا جدا في جسمه، فهم ابتدوا يغووه وهو بيصلي علشان يرجع عن الطريق التوبة. فاللي ربنا طبعا نورهوله وفتح له باب نور كبير جدا. فطبعا رفض تماما، ويعني ايه، خلاص هو قفل بابهم، خلاص الباب الاسود بتاعهم ده قفله وفتح باب، اتفتح له باب من عند ربنا، باب التوبة. فطبعا فشلوا، كانوا بيغووه كده وهو بيصلي، فشل. فابتدوا بقى طريق تاني او طريقة تانية غير طريق الرواية وكده، طريق التهديد. علشان هما كده يعني الرواية ما نفعتش، خلاص هنظهر الوش الحقيقي، هو طريق التهديد. هددوه ان هو هياخدوا اعز ما لديه وهيموتوهم لو مش هيرجع لطريقهم تاني. بس كان ربنا خلاص نور قلبه بنور الايمان، وكان ارادته شديدة جدا، فما قدروش عليه، فابتدوا ينفذوا تهديدهم. كان عنده ولدين، الولد الاولاني كان عنده 9 سنين، الابن التاني هو عمار عنده 6 سنين، وكان في طفل جنين هو في رحم امه كانت خلاص قربت تولده. فطبعا هما جم، وبيقول مرة كان قاعد وهو قاعدين تمام عادي بياكلوا، بيقولوا ان هو لقى في امان، يعني قاعدين في امان اللي مفيش حاجه، لقى ان ابنه الكبير بينتفخ كأن حد بيعبيه هوا، اتنفخ لغايه ما جلده ابتدى يتشقق وبرزت عيونه من جسمه. فبيقول هو ما استحملش المنظر، اغمى عليه. هو ما شافش بقى، بيقول نفس اللي حصل لابنه الكبير حصل بعديها فورا لابنه عمار اللي عنده 6 سنين، بس هو كان اغمى عليه. الناس قالوا له بعد ما فاق، قالت لان استمر في الاغماء ده لمده 3 شهور. كانت يعني حصل لعمار نفس اللي حصل للابن الاكبر اللي هو عنده 9 سنين. فلما بلغوه بعد ما فاق من الاغماء بتاعه، يعني من نتيجه الصدمه والرعب اللي شافه قصاد عينيه لاعز ما لديه، وطبعا في ناس عشان ممكن يكذبوا الكلام ده، يا جماعة ده برضو اتذكر من احد الساحرة اللي ما زالوا بيمارسوا السحر، ان هو اي حد ممكن يعني يفقد اعز ما لديه ولدرجة توصل لاسرته كلها في سبيل ان هو كان بيشتغل مع الجن. فدوت كلام فعلا حقيقة واتذكر فعلا، انا سمعته قبل كده. فعلشان ما حدش يطلع ويكذب ويقول انت بتفبركي ولا تقولي الكلام ده قبل كده سمعته في قصص انا قلتها، انا بقول كلام حقيقة. فنكمل قصة الساحر التائب داوود محمد فرحان. فطبعا فكان خلاص يعني ربنا يجمعهم معاه في الجنة ان شاء الله، ويبقى من اطفال الجنة، يعني احلى من كده ايه. وده ابتلاء، وعمر الابتلاء يا جماعة ما يبقى ده غضب من ربنا، لا ده ربنا إذا أحب عبد ابتلاه. فطبعا وكل واحد على قدر إيمانه ربنا بيبتليه.
فطبعا فكان قوي الإيمان، وكانت مراته في الشهور الأخيرة زي ما ذكرت خلاص، فلو إن الجنين اللي بطنها اختفى لما راحوا للدكتور، فاستغربوا الدكاترة، قالوا مفيش أي حاجة وهي صحتها كويسة، بس استغربوا. لما وداها لأحد المقرئين عشان يقرأوا عليها القرآن الكريم، فنطق الجن عليها وقال إن هو فعلا أكل الجنين. قالوا له ايوه فعلا ان هما اللي اكلوا الجنين في رحم امه، وان هما مش هيسقطوا ولا هيرتدوا عن اللي هما بيعملوه، ولا هيرجعوا ان هما اللي بيعملوه الا لما ياكلوا كبد زوجته وكبد داوود ذات نفسه، وانه كمان هيموت مراته، وهو يعني علشان يا يرجع ويبقى حبيبنا يا اما هننتقم منهم كلهم. فمراته كانت مؤمنة صح فعلا، وهي قالت له ما تصدقش، وقفت معاه وسندته وشجعته اكتر على الطريق اللي هو ماشي فيه، اللي هو طريق الايمان والتوبه، وان قالت له ان هما مش هيقدروا يعملوا اي حاجه، وان شاء الله ربنا هيعوضك خير بالاحسن مني. فطبعا وهي كانت توفت الله يرحمها، فربنا يجمعهم جميعا كلهم في الجنة. وهو بيقول ان طبعا اكتر المشايخ والجمعيات الاسلامية وقفوا معاه وسندته في اللي هو كان فيه. ما ننكرش ان هو كان في يعني مصائب شديدة جدا وابتلاءات جامدة جدا، بس ربنا قواه عليها، وكان قوة ايمانه قدر ان هو يصمد، وان هو ميرجعش لطريق الشيطان والشر تاني والكفر، واستمر في طريق التوبة. قال ان هو احسن بكتير دلوقتي عن الاول. ان هو طبعا كان الاول عايش في خوف ورعب وضيق، برغم ان كان معاه فلوس وكل حاجة، بس كان عايش في خوف ورعب وضيق. فطبعا هو يعني قال دلوقتي حس براحة، ما بقاش خايف. فدي القصة الحقيقية للشيخ الساحر التائب داود محمد فرحان. ما ننكرش ان انا قلت لكم كل التفاصيل، طولت ممكن اقسمها لكم على جزئين لو انتوا هتحسوا بزهق، بس حبيت ان انا ابقى صريحه واضحه، مش اكتر الناس ما كلموش عن كل التفاصيل دي. انا كلمت لكم كل التفاصيل كامله متكامله من مصادرها الاصليه، ما خبيتش وما دارتش عنكم اي حاجه. خلصت القصه، نقفل الانوار. عايزين بس اوصل لكم حاجه يا جماعه، ان ربنا مهما كان الانسان عمل ودخل في طريق مظلم، برضو ربنا بيفتح باب التوبة لعباده، وان مهما حصل للانسان من ابتلاءات عمره ما يفكر ان ده غضب من ربنا. لا يا جماعة، ده مش غضب، ده بيبقى زي ابتلاء، مش زي ابتلاء، هو ابتلاء فعلا، ابتلاء، وكل واحد بيبان على قوة ايمانه هيصمد قد ايه. وربنا اذا احب عبد ابتلاه، فعمر الابتلاء ما كان غضب، ده حب ربنا للعبد. دي القصة الكاملة. عايزة بس اوضح حاجة، ان هو برضو كشف ان اكتر السحرة كانوا بيطلبوا من الناس اي حاجة، زيك اسود، مش عارفة طائر اسود، مش عارفة ايه، اي حاجة سودة، اسود في اسود، لان هما بيحبوا اللون الاسود. لا مش عادي نقول الاسود في اسود، مش زي الواحد ما لابس. اللون الاسود يا جماعة هو مش علشان كلون اسود هو مميز ليهم، لا، هما بيعملوه كبنية، هو مش عشان كلون ان شاء الله مش فرقتش اسود من فحلوقي من بحلوقي، لا، هما باصين ان هما بيبصوا ان الحاجة دي يعني ايه، متقربة بنية تقرب للشيطان وكخوف. هما باصين من الناحيه دي. ما ننكرش هما بيحبوا اي حاجه لونها اسود في اسود في اسود، ما فيهاش اي لون تاني، بس هما باصين كنيه الغرض من تقديم الحاجات دي ايه، اللي هي البعد عن ربنا، وان هما يتقربوا من الشيطان وطريق الكفر والحاجات دي.
لان اللي بيتقرب من الناس دول اللي هم بيسموا نفسهم روحانيين وظهروا في مجالات كتير، وممكن يظهروا دلوقتي مش كما يعني انهم لابسين شيوخ ولا كده، ممكن دلوقتي بالبدل والتمام ويقولوا دول روحانيين، ودول ماشيين في مجال السحر وبيبان من كلامهم يبقى ماشيين في مجال السحر والدجال والشعوذه، فاحنا مش عايزين يسيطروا عليهم. اكتر حاجه تحفظ بيها نفسك هي يعني من الجن والشياطين وكده هو القرآن وذكر الله. يعني هم هربوا في ثانية من ساحر ان هم كانوا بيخدموه وهو كان في خدمتهم، لما اتقرت آية الكرسي بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. صدق الله العظيم. طبعا ربنا حافظنا بالقرآن وبذكر الله والأذكار طبعا لأن كيد الشيطان كان ضعيفا. دي القصة حبينا نسلط عليها الضوء. ما تمشوش ورا الناس يا جماعة الأعمال ودجل وشعوذة وسحر وكفر بالله، علشان يعني خليكم ماشيين في طريق الهداية، وأهم حاجة نقول يا رب فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. دي القصة الكاملة، فانتظروني في قصص تانية هتبقى جامدة جدا جدا جدا. ما تنسوش الاشتراك في القناة وعلامة اللايك، ولو اي حاجة يعني عايزين ان انتوا تبعتوها لي، في ناس قالوا لي احنا ممكن نبعت لك قصص وكده يعني، وانا من عينيا الاتنين، ده شيء يشرفني ان انا طبعا اقدم الحاجات اللي انتوا عايزين ان انا اعرضها. وبس انا حبيت انبه ان كل القصص دي حقيقية فعلا، مش نوع من الخيال، لان في ناس بيقولوا كلام قصص خيالية علشان يجيبوا مشاهدات وبس من تأليفهم، فلا، قصص حقيقية. روشا ما بتقولش غير الحقيقي وبس. اوعى تغمض عينيك. استنوني في الحلقة الجاية ان شاء الله قصة اشد. نتقابل قريب ان شاء الله. مع الف سلامة. ومتنسوش رب فالله خير حافظا وهو ارحم الراحمين. وطبعا اهم حاجة اذكار الصباح والمساء، ونذكر ربنا دايما، ونستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، ونقرا القرآن. واهم شيء طبعا آية الكرسي طبعا بتطرد الشياطين على طول، هي وسورة البقرة، في حفظ الله تعالى. ربنا يحفظكم من كل شر.